مجرد وضع الماء على النار يتسبب في حريقها إلا قدر الله. الله يحمينا ويحمينا. شوف الطريقة الوحيدة لإطفاء النار إذا وقعت في حلة أو في قدر أو في تاوة أو في طاوة أو في صاج، تغطيتها قطع الأكسجين عنها. شوفوا المقاطع الجاية والسنابات الجاية كيف طريقة تغطيتها الصحيحة. أنا سويتها لكم وطبقتها لكم على الطبيعة. الآن شوفوا سبب الحريق اللي تسبب فيه. جدا مهول يا جماعة الخير، جدا صعب، موضوع جدا خطير. وهذه ترى من ضروريات المطبخ، هذه من ضروريات السلامة أول ما يتعلمها الإنسان. شوفوا المقطع هذا الآن والع النار، شوفوا كيف يطفي النار. نعمل على عملية مكافحة الزيت. طيب لو جيت الآن بالأكسجين كذا غلط، ما طفت. كمان كذا غلط، ما طفت. كمان كذا غلط. هذه الطريقة الصحيحة، شوفوها حتى لو جيت بالرابع الآن بعد هذا المقطع. الزيت شغال. طريقة العمل على عملية نسج. هذه طريقة السحب بس خلاص. هذه هي الطريقة الوحيدة. شوفوا طريقة السيارة اللي بعدها كيف تطفية السيارة أو إطفاء النار في السيارة. قطع الأكسجين عن النار. شوف، لأنه البنزين مثل الزيت، لو زدت عليه ماء يزيد. شوفوا الغاز كيف قد ما تعطيه من الماء ما يطفي أبدا. ليه؟ لأنه في شيء ضغط. شوف كيف طريقة تطفية أنبوبة الغاز، شوف، أو دبة الغاز. شوف شوف، ثم نقفل الأنبوبة على طول. هذه هي الطريقة الصحيحة. شوفوا شوفوا شوفوا، انزل لها، انزل لها وبسرعة. شوف شوف كيف يطفيها الآن. شوف يضغط، يجي من الخلف ويضغط على مكان خروج اللهب.